يا مساء الهنا على عيونكم. صلوا على الحبيب كده ويلا بينا ندخل على الفيديو على طول. هنعمل النهاردة عظمة. انا عن نفسي انبهرت. هنعمل النهاردة شوية فول مدمس زي العسل. شايفين بقى القوام واللون احسن من اللي بتجيبيه من بره مليون مرة. يلا بقى نسمي الله كده وندخل على الفيديو على طول. بس لو انت اول مرة بتشوفي القناة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت بتشوفيني من برا مصر اكتبيلي في الكومنتات انت بتشوفيني منين. شايفين بقى يا بنات اللون، شايفين كمان القوام. والنهاردة هنسويه في حلة سلستين كمان، مش في حلة ألمونيا، يعني مش هيلزق معانا وهيطلع معانا بالقوام وباللون وكمان التسوية تحفة بجد. شايفين يا بنات هوريكم بقى التسوية بتاعته. شايفين مستوي ومهر ازاي. يلا هقول لكم على الطريقة على طول. اول حاجة معايا كمية الفول بتاعتي. طبعا يعني انتي على حسب اسرتك بقى، عاوزة تعملي كيلو، عاوزة تعملي نص، عاوزة تعملي ربع، دي حاجة ترجعلك. اول حاجة غسلت الفول بتاعي كويس جدا ونقعته 24 ساعة. تمام، 24 ساعة يعني من يوم من الصبح لتاني يوم الصبح. اهو شايفين الفولة كده شربت مية ويعني نفشت معايا كده. بس اهم حاجة كل 5 ساعات اشطفه كده شطفة على السريع واغير عليه المية واحطه في جنب كده على الرخامة لحد تاني يوم الصبح. كده خلاص اهو غسلته بقى وشطفته. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت الحلة بتاعتي وهبدأ انزل بالفول بتاعي كده. طبعا عندك فوالة ممكن تعملي فيها، عندك حلة ما عندكيش فوالة ممكن تعملي في حل. بصراحة الكمية اللي معايا دي الفوالة بتاعتي صغيرة عليها، فقلت بقى ايه اسويها في الحل. بس برضو هرجع اغير الحلة معاكم وهنسويه في حلة سلستين. تمام، معايا هنا جزرتين كبار مبشورين، معايا طماطمايه متوسطة مبشورة، كمان معايا بصلاية متوسطة مبشورة. هبدأ انزل بيهم كده على الفول بتاعي اهو بميتهم كده بكل حاجة نازلة منه. هبدأ كمان انزل ب3 معالق كده من العدس الاصفر، طبعا مغسول ومتصفي كويس. وكمان ب3 معالق من الرز الابيض المصري بتاعنا العادي. الرز المصري يا بنات هو اللي هيدي للفول القوام والتقل اللي احنا بنجيبه من بره. بعد كده بقى هبدأ اقلبهم في حلة اكبر طبعا عشان لما يجي يغلي، وكمان يعني يبقى واخد راحته. وهنسويه بقى عشان لما اجي اقلبه برضو ابقى واخدة راحتي. تمام كده خلاص. هبدأ بقى دلوقتي اشوف هنضيف عليه ايه الاضافات اللي باقية اللي معانا. اول حاجة كده هنزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر. طبعا السكر هنا بيسرع التسوية بتاعة الفول. هنزل كمان بنص معلقة من ملح الليمون عشان اللون. هنزل بمعلقة كبيرة من البابريكا، وكمان نص معلقة صغيرة من الكركم الأصفر العادي بتاعنا اهو يا بنات. طيب الكركم والبابريكا بيدوا لون، الليمون بيحافظ على اللون، ملح الليمون بيحافظ على اللون. السكر بيسرع في التسوية. بعد كده بقى نزلت عليه بحوالي لترين من المية السخنة المغلية. لو ما عندكيش ملح ليمون ممكن البديل بتاعه نص ليمونة، عصرة نص ليمونة. تمام يا بنات كده خلاص. تمام، هاخده بقى احطه على النار. وقت ما يغلي معايا على طول طبعا ايدي فيه كل شوية كده هبدأ اقلبه واجيب من تحت لفوق. وقت ما يغلى على طول هبدأ بقى احطه كده واغطي عليه عشان يحتفظ بالسوائل اللي فيه تسويه يعني. وهبدأ انزل عليه بحاجة تقيلة، اي حاجة تقيلة بقى عندك انتي تقدري تحطيها فوقها يعني، تقدري تنزلي بيها. بعد ما يغلي يا بنات هاخده كده بقى على عين يعني اصغر من دي شوية. وهبدأ بقى اهد عليه خالص كده. انا عاوزة اسويه على زي ما بيقولوا كده على الشعرة، وكل شوية هبدأ اقلبه لحد ما هيستوي معايا وهيبقى بالجمال ده. شايفين اهو يا بنات
بصراحة مستوي سوا كهرمان. عاوزة اقول لكم ان انا ما استنيتش اساسا، وعملت لنفسي طبق كده على السريع، وكل الولاد يعني حبوا التسوية، حبوا الفول. حاجة نظيفة هتعمليها في البيت ومش مكلفة، وكمان هتبقى معاكي طول شهر رمضان. حتى لو في الأيام العادية كده بنحب نفطر الصبح فول وطعمية ومخلل، حاجات بقى تفتح النفس من اللي هو الأكل المصري بتاعنا العادي ده. كده استوى وبقى زي الفل معايا. شايفين اللون والقوام والتسوية؟ بصراحة طالع مظبوط زي ما قال الكتاب. هبدأ بقى هنا يعني اشيله معاكم في الفريزر. هشيله ازاي؟ عندي اكياس من دي، بصراحة ما كانش عندي اصغر من دي، فعملت كده معيار لاكلتنا. يعني طبعا كل واحدة فينا عارفة اسرتها قد ايه والكمية اللي بتقضيها قد ايه. تمام، عملت كده حطيت كده في الكيس وبدأت اربطه، وهو هيتشال كده بس يتحط في الفريزر. تمام. اهم حاجة المعيار، لان المعيار الفول اللي هيطلع هو اللي لازم يعني هو اللي هيتعمل، ما ينفعش بقى تطلعيه وترجعي تدخليه تاني. تمام. هو ده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد انا بنزله.